وبركاته. داخل الجمعية المصرية الجغرافية لقاء مع رئيس الجمعية الدكتور محمد زكي السجيني، والحديث حول المؤتمر الدولي العالمي الذي تتبناه مصر، والقائمة على هذا المؤتمر الجمعية الجغرافية المصرية. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وطبعا سعداء جدا بزيارتكم للجمعية، وأتمنى إن شاء الله يكون يعني عجبتكم الجمعية بما فيها من مقتنيات. هو احنا بالنسبة لنا من أحد الرسائل اللي وضعها الخديوي إسماعيل داخل وظائف الجمعية اللي هي الجزء العلمي، النشر العلمي وأبحاث والاتصال بالعالم والاتصال بأفريقيا واتصال بالدول العربية. كانت دي من أحد البنود اللي حطها ضمن المرسوم اللي أصدره، أن يكون للجمعية انفتاح على العالم العربي والأفريقي والجزء الدول العربية. طبعا احنا من أحد الحاجات المهمة جدا إن احنا بنعقد جلسات شهرية بتمثل ندوات ثقافية بندعو فيها كل من هو مهتم بالجغرافيا واللي مش مهتم أيضا يجي يتثقف جغرافيا من خلال الندوات دي، بتبقى داخل الجمعية وخارجها. لكن عندنا حدث مهم جدا من الحاجات اللي لن تتكرر في مصر من 100 سنة، وهو الاتحاد العالمي الجغرافي الذي تنظمه الجمعية الجغرافية بالاتفاق مع الاتحاد الجغرافي الدولي. والاتحاد الجغرافي العالمي ده بيضم كل دول العالم، له رئيس منتخب وله أمين وله نائب. والاتحاد الجغرافي العالمي ده بيضم 47 لجنة بتضم كل التخصصات الموجودة في الجغرافيا والعلوم التي لها علاقة بالجغرافيا. المؤتمر ده عقد هنا في الجمعية سنة 1925، وكان بيرأسه الملك فؤاد الأول الذي كان رئيسا للجمعية. ومن الحاجات المهمة جدا ان المؤتمر ده لقى صدى كبير جدا من دول العالم، ومصر أخذت مكانة في الجغرافيا بعد ما الناس شافت الجمعية وما بها من مقتنيات وآثار ومخطوطات وكتب وخرائط، إلى جانب الكثير من الآثار اللي بتمثل محاكاة لمصر في القرن ال17 وال18 وجزء من ال19. النقطة المهمة هنا إن احنا الحقيقة وصلنا دلوقتي 150 بحث عالمي، ونقدر نقول إن ده برضو إنجاز كويس ولسه ما زال الباب مفتوح. الحاجة التانية إن الاتحاد كله جاي بكل 12 لجنة منه أو 14 لجنة لحد الآن، وده رقم كبير. لما تيجي 14 لجنة كل لجنة تضم عدد من الأبحاث، وكل لجنة رئيس بيقيم أبحاثه وبعتها لنا دي ضمن المؤتمر. المؤتمر عملناه بطريقة جميلة جدا، عملناه بالتقنيات الحديثة اللي هي الخاصة بالجيوماتكس والتغيرات والمعلومات المكانية، وعملنا في المؤتمر حاجة خاصة بالتغيرات، تغيرات بيئية، تغيرات مناخية، كل التغيرات الموجودة سواء سكان سواء عمران سواء صحة سواء زراعة سواء صناعة تغيرات. الجزء الأخير من عنوان المؤتمر وده خصصناه للتنمية، وأعتقد أن الدولة الآن مهتمة بالتنمية المستدامة. فكده المؤتمر هيضم 3 عناوين رئيسية. العنوان الأول وهو يشمل التقنيات الجيومكانية إلى آخره من الخرائط الخاصة بنظم المعلومات والاستشعار. الجزء الثاني من المؤتمر وده برضو من الحاجات المهمة جدا هيشمل نوع من الدراسات الجغرافية وأثرها بقى في التغير البيئي، في التغير المناخي، لأن احنا مشغلنا الآن هو التغير المناخي وأثاره وكيفية الحد منه أو الاحتياطات اللي يتم اتخاذها نحو ارتفاع وانتو سطح البحر إلى آخره. الجزء الأخير في المؤتمر وده هام جدا التنمية، وده هيشترك معنا فيه كثير من الوزارات والجامعات والكليات والباحثين، لأن كلنا بنسعى للتنمية. كلمة تنمية يخطط لها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال اكتشاف موارد جديدة، من خلال التوازن بين السكان والبيئة، من خلال إعادة توزيع السكان إلى آخره. ده غالبا ده اللي المؤتمر بيحدده خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. الأبحاث كلها بتدور حول حوالي 12 محور. ال 12 محور دول واحد خاص بأفريقيا، واحد خاص بالحوكمة، واحد خاص بالبحر المتوسط، واحد خاص بالجيومورفولوجيا علم دراسة أشكال سطح الأرض، واحد خاص بالتنوع البيئي والبيو جيوغرافي. دي كلها حاجات خاصة بمحاور المؤتمر. ندعو جميع الباحثين
كل من يشتغل بعلم الجغرافيا وكل من له اهتمام بعلم الجغرافيا، وندعو السيد الرئيس والسادة الوزراء ورئيس الحكومة بدعم الجمعية المصرية الجغرافية في هذا المؤتمر، لأن هذا المؤتمر لا يخص الجمعية فقط ولكن يخص مصر كلها وسمعة مصر كلها. فبالتالي هذا المؤتمر هو شرف لمصر، ولابد أن هو يظهر بصورة جميلة جدا أمام العالم كله، لأن الاتحاد الدولي سيحضر بأكمله في هذا المؤتمر. نعم. مكان المؤتمر فين يا دكتور؟ هو غالبا احنا هنخلي المؤتمر اخر يوم هيبقى في الجمعيه للسيشنز كلها، الابحاث اللي هتتعمل، بس فندق تريومف بتاع مصر الجديده ده هيبقى هو الاساسي في المؤتمر، الجلسه الافتتاحيه والكلمات بتاعه يعني الجزء الخاص بافتتاح المؤتمر كله، عشان العدد هيبقى هناك. بعد كده هننتقل للجمعيه باذن الله. نشكر حضرتك. في نهاية اللقاء كان معكم الدكتور مجدي الناظر، جريد بوابة عاجل مصر، راديو صوت الجيل، وزينب محمود. شكرا جزيلا لحضراتكم. إن شاء الله في لقاء في ندوة يوم 22 فبراير. الجمعية المصرية الجغرافية تدعو لهذا المؤتمر، تدعو بردك أيضا الباحثين المهتمين بعلم الجغرافيا والمشتغلين بعلم الجغرافيا بحضور هذه الندوة تجهيزا للمؤتمر العالمي. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، ما تحرمش مني.